السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم طريقة عمل كيك الشوفان الصحي. عندنا هذه المقادير، جهزوها وتعالوا نشوف مع بعض الطريقة. طبعا استخدمت دبس التمر في واحدة من الحلقات السابقة، الرابط أسفل الفيديو. في الخلاط عملت البيض، عندي هنا زيت زيتون، ممكن نستخدم كمان زيت السمسم، ونخلطهم 5 دقائق على سرعة عالية. بعد كده أضيف الزبادي ربع كوب. عندي هنا دبس التمر اللي عملته فيه درس سابق، طبعا زي ما قلت لكم الرابط أسفل الفيديو. ممكن استخدم بديله عسل صحي. عندي هنا ملعقة من الفانيليا، ممكن استخدم بودر، وعندي نصف ملعقة من القرفة وملعقة من الخل الأبيض. طبعا أخلطهم على سرعة عالية 5 دقائق كاملين. بعد كده أصبهم في بولة كبيرة. هنا راح أغربل الشوفان، عندي كوب كامل أو بما يعادل 100 جرام. أنا استخدمت شوفان كويكر، طبعا طحنته عندي بالخلاط حق البهارات لحد ما صار عندي ناعم. بعد كده أضفت ملعقة من البيكنج باودر، والآن زي ما انتم شايفين أنا أقلب الخليط لحد ما أتأكد إنه اتخلط بشكل كامل. بالنسبة للإضافات، أنا عملت عندي الإضافة اللي هي تفاح وكمثرى. لكم مطلق الحرية في إضافة أي نوع من الفواكه، وإذا حابين تخلوها سادة برضو ما في أي إشكال تماما. الآن أنا صبيت الخليط في صحن قياس 18، بطنته بورقة زبدة من الأسفل فقط، وسخنت الفرن على درجة حرارة 180 درجة أو درجة متوسطة. أدخله مدة 20 دقيقة، وبعد كده أرخي النار لحرارة 120 تقريبا، واخليها براحتها لحد ما تنضج. بعد ما خرجتها زي ما انتم شايفين انا فتحت الجوانب بس عشان ما تلصق لما تبرد، وغطيتها بمنشفة نظيفة وحطيت عليها صحن وخليتها تبرد بشكل كامل. يعني الان عندي باردة بشكل كامل. بعد كده بس عشان هي لو تعرضت للهواء ممكن تصير قاسية، واحنا نشتيها تكون طرية لأبعد حد. هذه بعد ما بردت تماما حطيتها في صحن، قلبتها في صحن. طبعا الارتفاع حقها ما بيكون الارتفاع كبير هذا، لكن الارتفاع حقها المناسب لها، وجدا طرية، طعمها جدا لذيذ. طبعا بالنسبة للإضافات، إذا أنتم حابين تعملوا لها تزيين، أنا عملت لها تزيين بدبس التمر اللي عملناه سابقا في درس آخر، بالإضافة إلى بعض المكسرات. وهذا طبعا راجع لكم بالنسبة للتزيين، حابين تخلوها صافية زي ما هي أو حابين تعملوا عليها إضافة، اعملوا عليها إضافة بسيطة بس عشان تكسر شوية طعم. أما بالنسبة للمذاق ما أقدر أقول لكم كيف مذاقها، لكن أفضل إنكم تعملوها وتذوقها بنفسكم وتقولوا لي بعد التجربة كيف طعمتوها، هل عجبتكم أو لا. أما بالنسبة لي فأنا أغرمت فيها بشكل كامل. المهم لا تنسوا المتابعة، وتحياتي للجميع.